يسلموا لي على الدواعش والسلفية والصوفية. الشيخ إبراهيم يعرف إيه عن ربنا غير اللي العلماء عارفينه، علشان كده لقب بالعارف. دي حاجات أسرار بقى. دعوة بدي للجميع، اللي ما يعرفش ما يتكلمش، أما احنا عارفين احنا بنقول ايه. من كلية أصول الدين، خارج من كلية أصول الدين قسم دعوة. هل حضرتك أخطأت في تفسير القرآن زي ما قال أحد الأفاضل أو أحد المشايخ؟ ومين اللي يقول، مين اللي يقيمني يعني؟ أنا محدش يقيمني. إبراهيم أبو حسين يلقبه الصوفية بالعارف بالله، وكما سمعتم وشاهدتم أن الرجل لا يقر بخطئه، وكأنه معصوم، وكأنه فوق القانون، سواء القانون المدني أو القانون الشرعي، وهو يخالف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما عليه أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. وعمر بن الخطاب كان يقول يعني رحم الله من أهدى إلي عيوبي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الرجل يرى نفسه فوق المسائل. ايه افرازات ابراهيم ابو حسين؟ واحنا خاصه في هذه الايام هناك دعم كبير جدا، دعم كبير جدا من خارج الدول العربيه لمصر لتثبيت ونشر الطرق الصوفيه في مصر. نشوف الافرازات بتاعت الطرق الصوفيه ايه. دول من يطلقون عليهم مجاذيب الصوفية، اللي هم بيقول لك عنهم إن التكليف رفع عنهم، يعني لا تكليف. طب ما الإنسان يصل بقى لمرحلة لا تكليف، إذا كان لا تكليف في العبادة، أهذا يصلح أن يكلف بحراسة وطن؟ أيصلح أمثاله أن يكلفوا بحماية بيضة الأمة؟ أيصلح أمثال هؤلاء أن يكونوا أمناء على مستقبل أجيال؟ هل يكونوا أمناء على اقتصاد وطن، على أجيال قادمة، على تعليم، على حداثة، على إنتاج، على صادرات، على واردات، على سلوكيات، على تقدم، على حضارة؟ ايه اللي انتوا بتتجهوا ليه يا جماعه؟ ايه اللي مصر تنتظر من ابنائها ان يكونوا امناء، لا ان يكونوا خونه، ان يكونوا رجالا، لا يكونوا لا مجاذيب ولا اغبياء ولا جهله ولا رقاصين. نعم.